لو محتارة في الأكل يا أختي زي كده تعالي نشوف هنعمل إيه. أنا محتارة الصراحة، مش عارفة أعمل إيه لحد العصر. صليت العصر ومش عارفة الجماعة تاكلوا إيه، مش عارفين. الحمد لله عملنا أنواع كتيرة قوي. فلقيت عندي، قلت لهم خلاص اللي هلاقيه في الفريزر هعمله. لقيت عندي لحمة مفرومة دي أزيد من نص كيلو، تقريبا 600 جرام. ولقيت عندي مكرونة، والله اللي عاملها هي البشاميل. البشاميل اللي بتنفع بقى في العزومات، في أكلة كده جنب أكل بتاع امبارح والله، ولوحديها كمان جنبي كده بطاطس ولا اي حاجه، والله العظيم بتبقى اكله زي الفل. هي يعني ما بتكلفش، بتكلف طبعا، ما فيش حاجه ما بتكلفش. يلا بينا بقى شوفي طريقتي بقى وقولي لي هتعجبك ولا لا. عندي كده دولت اكتر من نص كيلو لحمه مفرومه، وعندي كيلو مكرونه. مكرونه بجيبها سايبه يا بنات، مكرونه قلم. ممكن لو عايزه تعملي اسباجيتي اعملي، بس انا بحب المكرونه البشاميل يعني مكرونه قلم. وعندي هنا كده 3 بصلات عملتهم في الكبه عشان تبقى صغيره. والدقيق، الدقيق كان عندي دقيق نخلاه بس ده زياده يعني. وكان عندي كده بعت جبت بيض وحبه حاجات كده وكلفتها يعني الحمد لله. واحضرها بقى. سلقت كده ايه، هسلق هنا المكرونه، مليت ميه كده، بحب اسلق في الحله الاستانلس. حطيت كده بقى ايه تتسلق، حطيت بس فيها حبه ملح واسيبها بقى مع نفسها، ما بحطش زيت ولا حاجه يا بنات في المكرونه. وهنا كده العقد بتاع الكنافه، عشان قلت اعمل كنافه، كوبايتين سكر على كوبايتين ميه على نص ليمونه، وسيبيه بقى مع نفسه ربع ساعه كده واتفرجي على احلى شربات. هنا اللحمه المفرومه انا حطيتها كده ولسه ما حطيتش ولا سمنه ولا اي حاجه. حطيتها بس كده في الحله عشان خاطر كانت مجمده معايا. بس يعني هتفك معلقه سمنه محترمه كده. حبه فلفل اسمر، حبه بهارات. عندي كان عندي ورقه لورا حطيت لها، كان عندي زر ورد حلو قوي، زر الورد ده يا بنات، وكان عندي حبهان. بس الحبهان بحاول احطه بحاله عشان على طول بيجي تحت بق البت دودة بنتي، مش عارفه ليه يعني. المهم هي مهما نعمل انا بص الاقي الحبهانيه تحت بقها، مش عارفه ليه. فبحط كده واحده او اتنين، اعدهم عشان خاطر اشيلهم تاني. عشان احنا مش قد دول ده الصراحه. ربنا يخلي لكم ولادكم يا رب ويخليهم لنا ويبارك لنا فيهم. هنا كده خلاص حطيت بقى البصله ومع الفلفل الاسمر والتوابل بتاعتي. ممكن كمان تحطي مرقه خضار او مرقه دجاج زي ما انت عايزه. تقليبه حلوه كده، كل ده هيفك اللحمه المفرومه بكبيرها قوي ربع ساعه على البوتاجاز. عشان كده بقول لك انا دخلت المطبخ والله كان بعد العصر. سلقت المكرونه تلات ارباع سوا، مش نص سوا يا بنات، تلات ارباع سوا كده. وبعد كده بقى ايه، ابدا بقى احط ايه، احط معلقتين سمنه كبار على معلقتين زيت، او ممكن زبده زي ما انت عايزه. انا بحب احط سمنه وزيت عشان خاطر ايه تبقى خفيفه معايا شويه. لما بحط سمنه لوحديها بحس ان هي تقيله كده. فبحب اخففها، بحط سمنه على زيت. احطها بس كده ايه، تدي لون بس. واحط بقى الدقيق بتاعي، الدقيق بقى بحطه 8 معالق دقيق. دي صينيه كبيره، انا بقول لك المقادير اهو بالظبط. كيلو مكرونه قلم على نص كيلو تقريبا، هي اكتر شويه بس قولي نص كيلو لحمه مفرومه على 3 بصلات كبار. والله العظيم هتطلع احلى صينيه، صينيه كبيره كمان هتكفيكي وزياده كمان. انتوا عارفين والله فاضت مننا. طبعا اللي بيفيد ما بيترميش، احنا ما عندناش حاجه بتترمي، تاني يوم طبعا بتتسخن جنبي. اي حاجه بقى، ممكن تعملي بانيه، ممكن تعملي اي حاجه انت عندك بقى. انا يعني بصراحه كان عندي شوربه في الفريزر طلعتها قلت تفك شويه. مش عارفه بقى اعمل ملوخيه ولا اعمل مكرونه شوربه، لسه مش عارفه، اما اشوف الموجود عندي هعمله. الحمد لله. هنا حطيت التمن معالق دقيق، طبعا الدقيق ده منخول يا بنات، انا الدقيق عندي بنخله واشيله في البطرمانات بتاعته. اخده بقى اذا كان لي كيكه اذا كان لي مكرونه بشاميل، ما اقعدش انخل كل شويه. اسيب بس كده اقلب تقليبه حلوه، الزيت مع السمنه مع الدقيق تقليبه حلوه كده بس. يعني ايه، مش يديني اللون القوي بس، يتغلف الدقيق، يتغلف بالسمنه والزيت. احط بقى كده لبن، انا هعملها بلبن، هحط حوالي كيلو لبن. ده كده لبن اكياس يا بنات، مش لبن من عند اللبان، لا لبن اكياس. احط كيلو بالظبط، هي خدت معايا كيلو بالظبط. طبعا انت لو عايزه تحطي نص مرقه ونص لبن تمام، بتبقى حلوه معاكي. بس انا هحط ايه لبن، احنا بنحبها بلبن اكتر. لو عندك شوربه طبعا زي الفل. بس زي ما قلت لك المتاحه عندك، انا الشوربه اللي عندي هعمل بيها هشوف بقى اعمل ملوخيه يا اما اعمل مكرونه شوربه، مش عارفه لسه. هنا كده خلاص تقليبه حلوه كده. افضل اقلب بقى فيها، كل ما انت ما تقلبي فيها القوام بتاعها هيتقل معاكي. انا هو لا حاطه لها كريمه لباني ولا حاطه لها جبنه موتزاريلا، انا عاملاها بطريقه امي وامك زمان. دي اقدم طريقه المكرونه البشاميل، اول ما اخترعوا المكرونه البشاميل عملوها بالطريقه دي. لا احنا بقى بعد كده الفنا بقى، حطينا كريمه لباني وجبنه نستون وجبنه مش عارفه ايه، لكن هي دي الطريقه الحقيقيه بتاعتها. كده خلاص تمام معايا، القوام بتاعها ايه حلو يعني، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. تمام كده. احط بقى حبه ملح وحبه فلفل اسمر بس، مش هحط حاجه تاني لان محيقه اللحمه حلوه قوي. والمكرونه طبعا فيها ملح يعني كنت محيقاها، فتخلي بالك عشان الملح ايه
ما يحدقش منك. تمام كده. بصي القوام بتاعها عامل ازاي، ولا ضربتها بالخلاط ولا ضربتها بمضرب يدوي. والله ما شاء الله طالعه معايا زي الفل. بشوف ناس بتضربها في الخلاط البشاميل نفسه، مش عارفه ليه يعني. انت هتوسخي كذا حاجه جنبك كده. هنا كده خلاص بقى اللحمه المفرومه معايا زي الفل اهي، طفيت عليها. هبدأ بقى ايه ارص الصينيه. طبعا قبل ما ارص الصينيه كنت مولعه الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني. تمام كده. احط بقى ايه، ابدأ بقى ارص الصينيه. بحط كده في قعر الصينيه بحط بشاميل. في ناس بتحط دقيق، بقسماط، حاجات كده بسمع عنها غريبة، بس لا احنا بنحط كده ايه، بشاميل كده عشان خاطر الخرطة تطلع معاكي بخرطتها. واصلا هي لو بتتقدم سخنة عمرها ما تطلع بخرطتها، لازم تبرد شوية. طبعا احنا بنحبها سخنة، فالمشكلة دي عندنا عادية خالص. هنا كده تقليبة حلوة بقى. اقلب كده تقليبه حلوه. حطيت البشاميل على المكرونه. بصي المكرونه بتاعتي ما شاء الله لا متعجنه ولا اي حاجه. انا جايباها سايبه. النوع ده انا مجرباه. انت طبعا لو عايزه اكياس في انواع كتير حلوه، بس انا عشان النوع ده انا مجرباه من سنين بجيبه بقى في كل الانواع بتاعته. الصراحه حلوه معايا وزي الفل. ابدا بقى ارصها كده. تمام كده. وابدا بقى احط بعد كده رق اللحمه. اللحمه انا عاملاها ببصل بس، ولا حاطه لها طماطمايه ولا فلفل الوان ولا اي حاجه. انت عايزه تحطي حطي. وكمان ممكن النص كيلو دولت ده لحم مفرومه، لو حطيتي طماطم وحطيتي فلفل الوان صدقيني ممكن تعملي صينيتين مش صينيه واحده. بس انا عشان انا مش حاطه عندي خالص، فهعمل صينيه واحده. وصينيه ما شاء الله يعني حجمها مش قليل. اللحمه بصي زي الفل ازاي، تحفه. حقيقة حلوة قوي. البصلة صغنطوطة جدا عاملاها في الكبة مش باينة. في حاجات صغيرة كده بتفرق قوي، خلي بالك. طبعا احنا كلنا ستات بيوت شاطرين جدا ما شاء الله علينا. بس انا بكلم البنوتات الصغيرة اللي لسه عروسة جديدة، البنوتة الصغيرة اللي مخطوبة هتتجوز على العيد، مبروك الف الف مبروك. طبعا انا بكلم كل البنات دي كلها الصغننين اللي هم ايه زي ولادنا كده، اللي هم بياخدوا ويدوا معانا. لكن احنا ما شاء الله علينا يعني ايه خلاص عدينا المراحل دي. هكمل بقى بقيه الصينيه بتاعتي. احط كده ايه، البشاميل بتاعها مش كتير قوي لان لسه هحط بقى هغرقها بقى كلها بشاميل. كده انا كنت في الاخر مرحله دي كنت حطيت البيضه. حطيت بيضه واحده يا بنات مش بيضتين، بيضه واحده. قلبتها حلوه قوي في البشاميل، وحطيت عليها حبه فلفل اسمر واحطها بقى من على الوش. في ناس ممكن تحطي بيضايه تقلبيها لوحديها وتحطيها من على الوش من غير ما تحطيها في البشاميل. انا لا، انا بقلبها كده في البشاميل وبحطها من على الوش. اهي كنت لسه بقلبها. هي واحدة بس، انا لقيت اتنين يعني قلت لا مش هتحتاج اتنين، هي واحدة بس زي الفل كده. هي بس البيض ايه بيديها لون حلو كده لما بتبقى مستوية، بتبقى لون محمر شوية، وكمان طعم طبعا. طبعا انت لو مش بتحب البيض عادي خالص، في ناس كتير على فكرة بتعملها من غير بيض اصلا، هم خدوا عليها كده. فزي ما انت عايزة. البشاميل اللي بيبقى ليه كذا طريقة يا بنات، كذا طريقة. بس انا بقولك على الطريقة اللي هي الاصلية بقى، اللي هي بيض وبشاميل. هي دي البشاميل اللي احنا نعرفه. اسوي بس الصينيه كده عشان طبعا العين بتاكل قبل البق. انا كنت عامله بقى حته صينيه جلاش تحفه. كنت عامله كمان صينيه كنافه حكايه، بس مش عارفه هصوره يعني، هيبقى الفيديو طويل شويه، هنزلهم لكم مره تانية يعني في فيديو تاني ان شاء الله. هدخلها بقى الفرن كده سخنت معايا ونشوف هتبقى عامله ازاي. بصي لسه طالعه من الفرن، وكان لسه في شويه، كان فاضل حوالي نص ساعه الاذان كمان. بشاميل دي اسهل حاجه والله العظيم، اسهل يعني. وانا مزنوقه كده اقول هناكل ايه النهارده، ادخل المطبخ اعمل بشاميل. هي دي اسهل حاجه وبتسد معايا الصراحه في كل حته. كده هبدا بقى ايه، اقطعها. بصي تحفه يا بنات والله العظيم تحفه، اللهم اني صايم حاجه كده حكايه. والله بجد لو ما بتعملهاش بالطريقه دي جربيها بالطريقه دي وادعي لي، واكتبي لي في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم. لو وصلت لحد هنا بقى ما تنسيش في اللايك والشير، لان القناه بتاعتي واقعه جدا، بس بيكم ان شاء الله هتطلع وهتترفع ان شاء الله باذن الله. اكتبوا لي بس في الكومنتات وقولوا لي ايه رايكم، اعمل لكم ايه المرات الجايه، اعمل لكم ايه بقى. رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين يا رب. قعد الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. اللي عايز بقى يدعي دعوة حلوة، اللي عايزة تروح لحماتها بصينية حلوة كده تعمل لها على الفطار، اللي عايزة تروح لمامتها تعمل لها أكلة حلوة كده، دي هتسد معاكي وهتشرفك كمان. السلام عليكم ورحمة